السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصبح اللاعب الدولي الجزائري ريان أيت نوري مرشحا بقوة لمغادرة فريقه ويلفرهامبتون الإنجليزي وخوض تجربة جديدة بسبب التهميش الذي تعرض له في الربع الأخير من الدوري الإنجليزي البريمير ليج. وبقي ريان أيت نوري خارج حسابات المدرب لوبيتيغي منذ شهر مارس الماضي، إذ لم يلعب سوى 45 دقيقة في النصف الثاني من مرحلة الإياب للبريمير ليج. وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن نادي نيس الفرنسي هو الأقرب لضم أيت نوري، حيث يسعى الفريق الفرنسي لغلق الصفقة قبل انطلاق تحضيراته للموسم الجديد. وأوضحت ذات التقارير بأن العائق الوحيد هو المبلغ الكبير الذي تريده إدارة ويلفرهامبتون الإنجليزي مقابل تسريح أيت نوري، حيث اشترطت إدارة الذئاب مبلغ 15 مليون يورو من أجل السماح بإتمام الصفقة. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل جديد.